كتير منكم بيتمرن كوره بس مستواه ما بيعلاش، مستواه ما بيتطورش، وهو مش عارف العيب فين والمشكله فين. انا هقول لك بقى السر في ان انت بتتمرن التمرين تأدية واجب والسلام عليكم بعد التمرين وشكرا. تيجي بقى تطبق في المباراه، لا في شخصيه، بتتوتر، الكوره بتهرب من رجلك، كل ده. طب انا طول حياتي بتمرن في ايه؟ هي كل الفكره ان انت بتنزل التمرين تأدية واجب. طيب هو ايه المفروض تعمله؟ اولا التدريب ده ليه؟ التدريب ده علشان تطبق اثناء المباراة بافضل شكل ممكن ليك. طيب انت دلوقتي بتتمرن في التمرين، لازم مثلا انا مثلا مدرب لما اقول للاعب مثلا انت واقف في مجموعة وهتجري بالكورة زجزاج واسع او مستقيم للكوين اللي هناك، تمام؟ وانت بتجري بالكورة دريبل، لو انت جريت بسرعتك ال 30% او ال 40% اللي هو الجري بالراحة ووصلت، يبقى انت عملت شغلك صح. وبترجع تاني التكرار الاول، في التاني في التالت مثلا بتاخد فتره راحتك، بترجع بتاخد فتره الراحه وبتطلع تاني، تمام؟ تيجي بقى تخلص التمرين انت عملت شغلك تمام. ما هو كابتن مجدي قال لك روح للكوين 3 مرات وارجع بالكوره، او ايه، اعمل باص وكده يعني. فانت جريت بالكوره 40% 30%، طبعا غلط. عمرك ما هتتعلم. ليه؟ لان اثناء المباراه هتجري بالكوره، في لاعب ضاغط عليك، لاعب بيجري وراك، ديفندر سيرد باك بيجري وراك، هيقطع منك الكوره. انت بتجري بقى ازاي؟ لازم تجري باقصى سرعه عندك، وفي المقابل ان الكوره لازقه في رجلك ما تهربش، صح؟ صح. فاذا لما الكابتن مجدي يقول لك مثلا اجري من الكوين ده للكوين ده او زجزاج واسع، فانت تجري باقصى سرعه عندك من الكوين ده للكوين ده، وترجع تاني تاخد فتره راحتك وتجري سبرنتات. يعني مثلا لو 3 تكرارات، التكرار الاول الكره تهرب منك وانت بتجري سبرنت، المدرب ما ينفعش يزعق لك لان ده تمرين، تمام؟ التكرار الثاني جريت والكره ما هربتش، التكرار التالت جريت والكره لازقه في رجلك، فبالتالي تيجي تطبق اثناء المباراه هتجري سبرنت مش جديد عليك. ليه؟ لان انت عملت في التمرين بنفس الاداء ده. فهمت؟ هي دي الفكره. والكلام طبعا بينطبق على قيس على كل ده بقى انواع المهارات، سواء التمرير، التصويب. حسس نفسك ان انت في ماتش وانت اثناء التمرين، عشان لما تيجي اثناء المباراه الموقف اللي عدى عليك ده عدى عليك كتير في التمرين، فانت راجل خلاص واقف على حيلك كده، راجل كده لعيب كوره. ده الفرق يا جماعه. فانت بتروح التمرين تأدية واجب، فبالتالي مش هتستفيد. حاول تجري سبرنت وتطلع اقصى حاجه عندك اثناء التمرين، وباذن الله هيحصل تطور.